اليوم غادي نديرو حوار مع جين مسلم باش يعرفنا على بزاف ديال الاسرار من عالمهم المخفيه ونحجوب علينا. لقاء صحفي مع جين مسلم، اصله من الهند ومن بومباي تحديدا. كان كافر مسيحي واعزه الله بنعمه الاسلام وهذا لطريق الايمان. هذا الجين المسلم في العمر ديالو 180 عام، اللي هو عمر صغير مقارنه باعمار الجين. وكان الاسلام ديالو بحال تقولوا الشكل ديال الفتح. علاش؟ حيت سلم معاه جين كثير، عشرات الالاف من الجن اللي هما من حرسه وحاشيته. حيت كما غادي نعرفوا انه كان امير في قومه وكانوا عنده بزاف ديال الاتباع. القبيله ديال الجن هذا المسلم سميتها كانجور، ومنسوبه لاحد جدوده اللي مات على الكفر والعياذ بالله. قبل الاسلام كان سميتو رسلان سمير كانجور، ومن بعد الاسلام سمى راسو مصطفى كانجور. وغادي تقولوا كيفاش قدر يتواصل هذا الجن هذا مع هذا الانسان هذا الصحفي هذا، والجن اصلا ما يقدرش يبان الانسان على الهيئه الحقيقيه ديالو. هو هذا الجن المسلم هذا كان متلبس الجسد ديال واحد الراجل، يعني ان هذا الجن المسلم هذا هضر مع هذا الصحفي على لسان ذاك الراجل اللي كان لابس. غادي تقولوا في نفوسكم بلاتي بعدا تفهموا على واحد الحاجه، ياك الجن المسلم ما كيتلبسش ولا يادي انسان، ياك هو مسالم. هو بصح الهضره ديالكم بصح. الحاجه اللي خلات هذا الجن هذا مصطفى كانجور انه يتلبس الجسد ديال هذا الراجل هذا الغايه شريفه في نفسه، كان باغي يحميه من شي شياطين كانت ناويه به الاذى. عليها مصطفى كانجور غادي يتدخل وغادي يحمي هذا الراجل هذا. ولقى النيت الصحفي فرصه، استغل الفرصه وسولوا على بزاف ديال الحاجات على عالمهم مخفي علينا. اول حاجه سولها ليه الصحفي هي شنو هي اقدم لغه الارض. قال لي مصطفى كانجور ان اقدم اللغات ديال الارض هي اللغه العربيه، هي اللغه الام البشريه جماعه، ومن اللغه العربيه تفرعت كل اللغات ديال العالم. من بعد غادي يسولوا على شنو هو الشكل ديال الجن الحقيقي. غادي يجاوبوا هذا الجن المسلم: نتوما بني ادم كيحسب لكم اننا خايبين وقبيح الخلق والهيئه، الوجوه ديالنا كتخلع عندنا ديال طويل بحال الحيوانات كنجروه ورانا الى اخره من تخيلات كلها غلطه ولا اساس لها من الصحه. قلت له ممكن يكون الجن نفسه هو المسؤول على التصورات هذه الخاطئه في دماغنا. قال لي واخا، كيفاش تقدر تفسر ليها؟ قلت له مثلا على سبيل المثال ناخذ جن ولا شيطان تشكل في هيئه خايبه كتخلع الانسان، هذا تشكل مره وهذا جوج وهذا 10 وهذا 20، حتى ربما خدينا عليكم التصورات هذه الخاطئه. قال لي ممكن ما نستبعدهاش، ولكن على اي حال البشر بالغوا بزاف كاع في التصورات ديالهم لاشكالنا. الشيطان والشياطين هما اللي ممسوخين، بعكس الجن وخصوصا الجن المسلم اللي محسن الله من الخلقه ديالو. قلت له اذا هي فرصه جات بين يديك تصح لنا هذه الافكار هذه والمفاهيم المغلوطه. علاش ما توصفليش دابا الشكل اللي خلقك به الله؟ قال لي بالنسبه للملامح ديال الشكل ديالنا ما كيختلفوش بزاف على الاشكال ديالكم كبني ادمين، فيما عدا بعض الفروقات. الراس عندنا كبر من الاجساد ديالنا على الراس بالنسبه لاجسادكم نتوما. العيون ديالنا طويله ماشي عريضه كيف ما عندكم، ومنا اللي العيون ديالو طويله بانحراف لجهه الجبهه. مع واحد الملاحظه باش تعرفوا صافي، العيون ديالنا ماشي ضيقه بحال بعض من عيون البشر، بالعكس العيون ديالنا كبيره وواسعه بحال العيون ديال الغزال تقريبا. قلت له بلاتي ما حدك جبتي الهضره ديال العيون، كاينه واحد الحاجه كتقال عليكم بزاف وتتعاود عليكم، ان العيون ديالكم حمراء. بزاف الناس اللي شافوا الجن اللي كيقولوا انهم شافوا الجن كيقولوا انهم شافوا عيونه حمراء. قال لي هو ماشي بالضروره عيون حمراء، منا عيون بالوان اللي كثيره بحال العيون ديال البشر، يعني الخضر الزرق الكحل القهوي. وبالنسبه للمومو ديال العين ديالنا عندنا ماشي كامل الاستداره كما عندكم نتوما يا البشر، هو متاخذ بحال تقول شكل بيضاوي. وهذا اللون الحمر اللي كتهمونا به وكتقولوا انه عندنا في كل عيوننا، هذا ناتج على بعض الاشعاعات الخفيفه اللي كتضوي في عينينا واللي كتميل ديما للون الاحمر. وبالعكس انا كتبان لي انها ما كتخلعش، الا مشيتي تولفتي عليها بالعكس غادي تشوف فيها الجمال، حاجه كتلمع يعني. اما بالنسبه للودنين عندنا فهما شبيهين للاذان ديال الحصان، ومن اللي ودنيه شبيهين للاذان ديال المشاش. على الا وقع وجين مسلم بغى يتشكل فان احب الاشكال ليه هو المش او الخيل او السبع. قلت له واخا دوز لنا النيف، كي داير النيف عندكم؟ قال لينا النيوف عندنا وسط الوجه ديالنا بحال البشر تحديدا، وهي كتميل للتكور تقريبا بحال النيوف ديال الفلبين عندكم نتوما. اما بالنسبه للحيه، الجن المسلم كيربي اللحيه ديالو تقيدا بهدى النبي صلى الله عليه وسلم، واللي ما كيربيهاش فينا كنقولوا على الوجه ديالو انه خراب. الشعر ديال الراس ديالنا كثيف وغزير وطويل بزاف، خاصه عند الاناث من الجن. وكاين بدنا اللي الشعر ديال راسو خفيف، حيت حتى حنايا عندنا الصلاح. قلت له واخا اذا ندوزوا ليديكم ورجليكم كيفاش دايرين. كنت سمعت واحد الوقيته ان الرجل ديالكم كتشبه الارجل ديال الخيل، بصح هاد الهضره هذه ولا لا؟ قال لي لا هذه غير هضره وصافي، يدينا ورجلينا بحال يديكم ورجليكم. بصراحه ما كاينش شي اختلاف كبير، الاختلاف اللي كاين هو في الطول ديال الذراع والطول ديال الصباع والضفار. بنفس الشكل اللي قلت لك على الراس مقارنه باجسادنا، يدينا وصباعنا طوال بالنسبه لاجسادنا. اما الرجلين ديالنا فهما اعراض ومدببين، يعني النهايه ديال كل صباع بحال تقولوا ماضيه ولا حاده بحال هكايا. قلت له واخا سي مصطفى، وبالنسبه للعظم واش عندكم نتوما عظم؟ عندكم هيكل عظمي، قلب، معده، جهاز تنفسي، جهاز هضمي؟ قال لي بالضبط، حتى حنايا عندنا هيكل عظمي، ولكن العظام ديالنا حنايا كتمتاز بواحد الليونه وواحد المرونه
يقدرش يتقبلها ولا يتصورها عقل البشر. عرفتوها مثلا فاش كتشوفوا شي واحد كيدير شي حركات وكتقولوا هذا البنادم هذا ما عندوش العظام، يعني كيقدر يلوي الجسد ديالو كيف ما بغى، يقدر يدور 180 درجه 360 درجه. غادي يكمل ليا الجن المسلم. وباقي الاجهزه سواء التنفسيه ولا الهضميه ولا غيرها صغيره بالمقارنه مع اجسادنا. الجهاز الهضمي ديالنا كيهضم اي حاجه بحالكم، وكيخرج الوسخ ديالنا من المنافذ والمخارج اللي خلقها لنا الله بحالكم. غير هو الوسخ ديالنا ما كيكونش حاجه كثيفه ثقيله وملموسه، كنخرجوا داكشي اللي كنخرجوه على هيئه بخار غليظ. وحتى البول ديالنا كنخرجوه على هيئه بخار شديد التدفق اقل كثافه لدرجه السيوله. على غادي تكونوا سمعتوا هذه القضيه هذه انه كاينين شياطين كتبول في الاذن ديال الانسان اللي ما كيذكرش الله قبل الناس، واللي ما كتكونش عنده النيه انه ينوض يصلي الفجر. وعلى هادشي ما كيحسش الانسان بالبول ديال الشيطان في ودني واخا كيبول ليه. قلت له واخا مصطفى واش عندكم اعضاء تناسليه بحالنا؟ قال لي بالضبط بحال البشر، ولكن عندنا حنايا اعضاء تناسليه صغار من اللي عندكم ومتناسبه مع اجسادنا. الذكور من الجن عندنا بحالكم عندهم شهوه انتصاب وقذف، والاناث منا هما بحال الاناث عندكم عندهم غشاء بكره. وليت العرس عند الجن بحالها عند الانس، كيختلي جني بجنيه وكيفضل البكره ديالها دلاله على عذريتها. والشرف عندنا عند الجن عنده اهميه الكبيره وتقدر تكون كاع اكثر اهميه من عالم الانس. واكد لي هذا الجن هذا ان كل مسلم خاصو يستاتر من الجن عند الجماع، حيت ممكن من الجن فاش يشوف الراجل كيجامع مراته يجامعها معاه. وحبذا يقول كيف ما قال لنا الرسول صلى الله عليه وسلم اننا نقولوا قبل الجماع بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. والا فراه ممكن لاي شيطان او جن فاسد انه يتدخل ويشارك الرجل في مراته. وكاين من النساء كاع اللي كتبعد على الطريق ديال الله كيتلبسها جني وكيجامعها، وياما قصص كثيره تعاودت على هادشي كيف ما عارفين. قلت له واخا مصطفى خلينا نرجعوا للراس. كاين واحد الحديث على الرسول صلى الله عليه وسلم ان الشمس كتطلع بالقرنين ديال الشيطان وكتغرب بالقرنين ديال الشيطان. واش بصح ان الشيطان ولا الجن عموما عندهم قرون؟ هرت عليه مصطفى من طبيعه الحال هذا حديث وهضرت الرسول صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى ولا يكذب. بصح لكل جن قرون، ولكن القرون ديالو كتكون صغيره. قلت له اذا ما عندك قلتي هكذا يعني انت عندك قرون؟ هرت عليه كاينين عندي قرون ولكن هما صغار بزاف ماشي كيف ما كتصوروا وكتعتقدوا علينا. قلت له واخا وبالنسبه لابليس هو عنده قرون؟ قال لي هو عنده قرون اللي كبار وكبار بزاف كيتناسبوا مع جسد وحجمه، حيت هو شيطان معمر وقديم قدم البشريه الاولى. اما حنايا كنبقاو ضعاف الاجسام مقارنه به. قلت له واخا مصطفى وشنو على الالوان ديالكم؟ قال لي الالوان ديالنا مختلفه بحالكم ولكن الغالبيه العظمى منا الالوان ديالنا كحله. قلت له واخا مزيان وبالنسبه للحوايج كتلبسوا انتم حوايج؟ قال لي واللباس ديالنا مختلف على اللباس ديالكم وزوين باش. والجنيات المسلمات محتشمات ومنقبات ومحجبات كيف ما عندكم. اما الجن الذكور فاغلبهم كيميل للبس العبايات واحب الالوان لينا الاحمر من بعد الكحل والازرق. قلت له واخا ندوزو للفم ديالك. بالنسبه للفم ديالك عندك لسان؟ قال لي عندي لسان. اللسان ديالنا عادي ولكن هو صغير. قلت له وبالنسبه للسنان؟ قال لي سناننا على العكس، السنان ديالنا كبار وطوال مقارنه باجسادنا. وباختصار باش ما نطولوش في هادشي بزاف عندنا اجهزه بحالكم في كل شيء مع الاختلافات هادو اللي ذكرت لك. قلت له هادشي كامل مصطفى ما كنقدروش نشوفوكم. كيفاش؟ قال لي الطبيعي انكم ما تشوفوناش حيت الاجساد ديالنا باصلها الناري الهوائي شفافه، وخلق الله بيننا وبينكم واحد الحجاب ما يخليكمش تشوفونا، ولكن حنايا كنقدروا نشوفوكم. ولكن كاين بعض الحالات والاستثناءات اللي ممكن انكم تشوفونا فيها. قلت له واخا بحالاش مثلا مصطفى؟ قال لي في حاله تشكلنا في حالات شكل مادي، ولا حاله شرب انسي لماء السحر، او لا اراده جني بغى يبين راسو ليك. وهذا الشيء خاصو ظروف واحوال توفر بعدا فيه. قلت له واخا مصطفى وبالنسبه للصباط واش كتلبسوا الصباط ولا كتمشيو حفيانين؟ قال لي كنلبسوا نعالات مصنوعين من ورق البرطي، ولكن كاين فرق بين الجن المسلم والشياطين. الجن المسلم كيلبس جوج ديال النعالات، اما الشيطان كيلبس نعل واحده وفي رجليه اليسريه وكيخلي لي من يحفيانا، كيف ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا يمشي احدكم في نعل واحده لينعلهما جميعا او ليخلعهما جميعا. انا فاش سمعت ورق البرطي اول حاجه طاحت في بالي هي داك الورق ديال البرطي اللي كانوا كيكتبوا عليه الفراعنه شحال هادي. قلت له بلاتي يا مصطفى ورق البرطي ماشي هو هذا اللي كانوا كيكتبوا فيه المصريين القدامى؟ قال لي هو تحديدا نفس الخامه ونفس النوع، ولكن حنا كنلبسوه يعني كيكون خاضع لنفس الخصائص ديال اجسامنا وحياتنا، علاه ما تقدروش تشوفوا حنا لابسين في رجلينا. قلت له واخا مصطفى وشنو بان لك في مساله رؤيه الجن؟ واش يمكن للانسان انه يشوف جن او لا؟ قال لي من المعروف عندكم في عالمكم انه اللي قال انه شاف جن ما كتقبلش شهادته. هادشي مذكور عندكم في القران وذكره حتى الشافعي، ولكن هادشي لا ينفي الرؤيه. هادشي كيعني ان هذا الاصل للكون والطبيعه مبرمجه ولا مخلوقه عليه، حيت حنايا واحد العالم بغى الله انه يبقى مخفي
على الاعين ديالكم بني الانس، ولكن ديما كتبقى واحد الحالات خاصه. الجني الا ناضو بغى يبين نفسه الانسي راه ممكن، ولكن غادي تكون معصيه لله سبحانه وتعالى. قلت له بلاتي، قلت لي قبيله على دوك ثلاثه ديال الاستثناءات، قلت لي التشكل ولا شرب ماء مسحور، ولا الا بغى جني انه يبين راسه الانسي وتوفر شي شروط معينه بحال هكايا. ممكن تزيد تفسر لي اكثر؟ قال لي حنايا الجن الله عطانا القدره على التشكل في اي صوره حبينا. انا نعطيك مثال من القران باش تفهم. قال الله تعالى في سوره الانفال: وان زين لهم الشيطان اعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس واني جار لكم، الى اخر الايه. هذه الايه هذه هي دليل على ان ابليس وهو من الجن تشكل في صوره راجل وهدر وكلم ناس، بل حط يديه في يد انسي تعاهدا معاه على التعاون. قلت له واخا نحيدوا هذه الحاله هذه فهمتها، وشنو قصدتي بالحاله الثانيه، الحاله ديال سحر ولا شرب ماء مسحور؟ قال لي كاين اللي كيبيع الروح ديالو للشيطان وكيحاول عن طريق السحر انه يسيطر ولا يدمر حياه انسان. كيشرب الضحيه ديالو ماء مسحور مقري عليه طلاسم شيطانيه، وفاش الضحيه كيشرب هذا الماء هذا الجسد ديالو كيتحول لمغناطيس كيجذب الشياطين، كيتحول الضحيه بحال تقول بشباك متقوبه وبلا حارس، اللي كيجي من شياطين كيدخل فيه ويخرج كيف ما بغى وفي اي وقت بغى. قلت له واخا وكيفاش يمكن هذا المسحور هذا الضحيه انه يشوفهم؟ قال لي هادشي كما قلت لك بسبب السحر اللي كيعطي البصر الانسان قوه فوق الادراك ديالو، كتخليه انه يشوفنا، بل وفي بعض الاحيان انه يسمعنا كاع. قلت له واخا الحاله الثانيه فهمتها، بقات لي الحاله الثالثه ممكن تزيد تفسر لي اكثر؟ كيفاش الجن ينوض يبغي يبين راسو الانسان؟ واش هذه اصلا مساله سهله بالنسبه لكم ولا لا؟ قال لي بصراحه لا، وحتى فاش كيبانوا بصورهم الحقيقيه هادشي راه كيستنسف بزاف من القدره ديال الجني. هادشي بلا ما نهضروا على الخوف اللي كيكون شاد الجني ولا الشيطان. قلت له بلاتي كيفاش يخاف؟ ياك الانس هما اللي كيخافوا منكم ماشي نتوما اللي كتخافوا منه، علاش غادي ينوض جني ولا شيطان ويخاف من الانسي؟ قال لي الجن ولا الشيطان كيخاف ان يكون هذا الانسي هذا على علم ويقسم على الشيطان باسماء الله العظمى، ساعتها غادي تحبس داك الشيطان اولا الجني في صورته، بحال تقول كيوقع عليه بحال الشكل ديال الجمود. ولكن هذا الانسان هذا من العبيد الله ما يقدرش اصلا الشيطان اولا الجن انه يخرج ليه اولا يخلعه. علاه قلت لك ماشي غينوض الجن اولا الشيطان يبغي وصافي، قلت لك ضروري انه يبغي ويتوفر واحد الظروف اللي معينه واللي كتهيئ الجن اولا الشيطان انه يخرج ليه. اهم هذه الظروف هذه هي البعد عن الله، عدم الطهاره او الوضوء اولا المشي في الخلاء والمقابر ليلا وبوحدك بلا رفقه. واخا هكذاك الجن اولا الشيطان كيراجع نفسه الاف ديال المرات قبل ما يتشكل. باش حنايا نخرجوا نبانوا لكم هذه راه حاجه بحال تقول قطع الطريق ولا الاعتداء، وهذا الشيء راه عليه عقوبات. الا قدر هذا الانسان هذا اللي خرج له هذا الجن هذا مثلا انه يلجا امير الجن ويشكي به، فراغ غادي يتعاقب هذا الجن هذا على فعلته لاختراق الحدود المحرمه بالعالمين. قلت له واخا ناخذ مثال نقولوا ان الشيطان هذا فاسد واصلا الامير ديال الشيطان هذا وقبيلته حتى هي فاسده. قال لي ديك الساعه الشكوى كتقول الله وهو احسن من كل شيء. قلت له واخا وناخذ مثال اخر، الا كان هذا الانسان هذا قوي الايمان ما كيقصر لا في اذكار ولا في صلاه ولا في والو، واخا هكذاك خرج لي هذا الجن هذا ولا الشيطان، شنو كتقول في هذا الشيء؟ قال لي هذا استثناء وهذا الشيء نادر بزاف. الشيطان هنا يا غادي يكون حمق ما عندوش العقل، اولا ممكن يكون انه باغي يفني حياته صافي باغي يموت حيت عارف راسو شنو غادي يوقع فيه، اولا ممكن حاجه اخرى كاين واحد الاستثناء ان يكون هذا الانسي هذا من اولياء الله الصالحين. يقدر يكون هذا الجن هذا اللي خرج ليه باغي يسولوا على حاجات شرعيه في الدين، خاصه ان العلماء ديال الانس عندكم في العلوم الاسلاميه والفقه والفتاوى اكثر علما منا علماء الجن. قلت له واخا مصطفى قول لي بالنسبه لابليس واش هو ابو الجن عامه كيف ما ادم عليه السلام هو ابو البشر عامه؟ قال لي لا، ابليس من ولد الجن وماشي ابا الجن. قلت له واخا مصطفى اذا شنو هي السميه ديال باكم الكبير الاول؟ قال لي على حسب ما عندي انا من الاخبار وعلى حسب ما وصل لي من العلم والله اعلم، الله هو العالم، سميتو جان. قلت له واخا وشنو على ابليس؟ قال لي ابليس كان جني، كان محسن في عمله، صالح متشبه بالملائكه، حتى شاء وتكبر وعلن التمرد ديالو على الله كيف ما هو معلوم في الكتب السماويه عندكم. قلت له في اخبارك مصطفى واحد الحاجه، بزاف ديال الناس كيحسب لهم ان ابليس هو اب الجن. قال لي ومنين جابوا هذا اليقين هذا؟ القران ما قالش هذا الشيء وحتى محمد صلى الله عليه وسلم ما قالهاش، ولكن على اي حال ابليس هو ابو الشياطين. قلت له نيت فكرتيني ما حد قلتي هذه الهضره هذه، شنو هو الفرق بين جني وشيطان؟ قال لي كل شيطان جني ولكن ماشي كل جني شيطان. قلت له ما فهمتش، خذني على قد عقلي وزيد فسر لي اكثر. قال لي سهل الامر بسيط ما معقدش. ابليس ناضو تزوج بواحد الجنيه امنت به بالافكار ديالو، غادي يولدوا ذريه من نسل ابليس وهادو هما اللي كيتسموا الشياطين، هما على صور واشكال كثيره واغلبهم والعياذ بالله مسخ قبيح ولا كلاب، وحتى هما عندهم مدن مستعمرات غالبا في الصحاري ولا الجبال ولا الجزر النائيه وسطح البحار. ومن بعد ما نعم علي الله بالنعمه ديال الاسلام نقدر نقول لك واحد الحاجه، انه كل من الذين له هو شيطان، واخا يكون الشكل ديالو ولا المظهر ديالو ولا الخلقه اللي خلقها به الله زوينه، وفي هذه الحاله حتى هما كيتسموا ابناء الابليس ولو مجازا. ابليس كيبقى هو الزعيم والاب الروحي لكل الطوائف ديال الجن الغير مسلمه، وكلهم اصلا خدامين تحت رايته، هو كيضحك عليهم وكيقنعهم باساليب خياليه
ما تدخلش لعقل الانسان. قلت له قول لي بحال هاد الاساليب هذه انا غادي نحاول نستوعب. قال لي اصلا ما نقدرش، واخا نبغي نقول لك ما نقدرش نمشي لك سير من عالمنا بحال هكذا. ربما يوم من الايام نقدر، ولكن دابا لا. على اي حال انا غادي نقول لك واحد الحاجه مهمه غادي تنسيك في هذا الشيء، حيت انا عارف الفضول غادي يكون كلاك. ابليس عنده واحد المملكه اللي كبيره وضخمه بزاف، عنده وزراء حكومه ادارات اللي كبيره، وعنده 5 ديال الوزراء ولا مندوبين خاصك ضروري تعرفهم وتحضر راسك منهم وتحضر الناس انهم يحضروا نفوسهم منهم. الاول سميتو ثبور، وكيجي لكل واحد طاح في مصيبه ولا مات ليه شي واحد قريب ولا مات ليه ولد من ولادو ولا شي حاجه بحال هكا، وكيبدا يوسوس ليه علاش نتايا من دون الناس، علاش يوقع لك هادشي، الله هو السبب في هادشي، علاش يعطيك الله هادشي نتايا، وكيحاول يوسوس لذاك الشخص انه يعلن الحرب على الله. والعلاج ديالو انه تقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجنده واولاده. ثاني سميتو داسم. هاد الداسم هذا هو اعز واحد عند ابليس، حيت الخدمه ديالو هي فرق بين الازواج، ويكره الزوج في الزوجه والعكس حتى يطلقوا. والعلاج ديالو انك تقول اعوذ بالله من الشيطان الداسم الرجيم وجنده واولاده. ثالث سميتو الاعور، وهذا ولادو والجند ديالو مختصين بالزينه والفاحشه والتحريض عليها، تيطلق ولادو في الارض باش يزينوا النصف التحتاني ديال المراه باش تخرج للشارع. وكل الفضائح ديال الجنس المصائب ديال الزينه كتجي من هذه الاداره هذه الابليسيه. الرابع سميتو ماسوط، وهو الاداره ديالو مختصين في الكذوب، وواصله بهم الجرأه انه هو ولادو وجندو كيتشكلوا في صوره راجل وكيجلس في مجمع ويفتري الكذب على الناس وكيطلق اشاعات وكينشرها باش تردد بين اوساط الناس. الخامس منهم سميتو زالامبور، هذا الاداره ديالو جندو اولاده مختصين في الاسواق في كل انحاء العالم، هما السبب في الغش المضاربات القتال في الاسواق. غادي نفاجئ مصطفى فاش غادي نقول لي ان كل هذه المعلومات هذه كلها عارفه، عطيني شي حاجه جديده، حيت بيني وبينكم هذا الشيء ديجا قريته في شي كتب دينيه قديمه. قال لي راني نقدر نعطيك عشرات الالاف ديال الاسماء ديال الشياطين والخدامين ديالهم والتخصصات ديالهم، ولكن ما عندك ما دير بهم نتايا، ما عندك ما دير بهذا الشيء، انت ما عليك الا تستعذ بالله ومنهم ومن شرورهم. قلت له واخا مصطفى قول لي بغيت نسولك على واحد الحاجه، واش هاد الخمسه هادو باقيين عايشين لحد دابا اولا غا ولادهم والجند ديالهم والادارات ديالهم اللي باقيين خدامين وكيديروا في داك الشيء؟ قال لي لا، باقيين لحد هاد اللحظه هذه، حيت هما جيل معمر، واغلب الجيل المعمر كيعيش المئات الاعوام، بل منا اللي كيعيش الالاف الاعوام. قلت له بنديهاش الاف الاعوام؟ تبارك الله. قال لي علاش واش ما فخباركش كاين من 4000 عام حتى ل 7000 عام، وكاين كاع اللي معمر ومخلد بحال الشكل ديال ابليس، وبحال هاد ولادو الخمسه الناس اللي عاودت لك عليهم دابا. قلت له واخا مصطفى وانت شحال في عمرك؟ انا غادي يقطع الحس واحد شي شويه وبقى كيشوف فيه واحد الشوفات بحال تقول له كيقرا شي حاجه من عينيه. غادي نعاود نطرح عليه السؤال. قال لي عافاك قبل ما نقول لك حلف بالله انك ما غاديش تاذيني. قلت له من داش كنقسم انني ما ناذيكش، ما فهمتش علاش غادي ناذيك انايا؟ قال لي حيت انايا راه باقي صغير بزاف بمقاييس الانس، بحال واحد عنده 14 ولا 15 عام. قلت له لا مصطفى بغيت نعرف العمر ديالك بالمقاييس ديال الجين. قال لي 180 عام، وهو بالمقدار ديالنا حنايا الجين راني باقي ولد صغير. قلت له واخا قول لي يا مصطفى باك هو باقي في الحياه باقي عايش؟ قال لي لا با ما تنقصوا شحال هذه في واحد المعركه وقعت بينه وبين دراعو اليمين، هو با كان سميتو هود بالمناسبه، مات قبل شي 900 عام دابا. اما جدي الكبير كان جور اللي تسمات عليه القبيله ديالي هذه، كان هو من المسترقين ديال السمع، قتلو شهاب ثاقب ومات على عمر بالاف السنين. قلت له واخا ما عرفتش انت العمر ديالو بالتحديد؟ قال لي لا بصراحه ما عرفتش، ولكن هو كان من المعمرين الكبار وعمره كيتقاس بالاف الاعوام. سولت واخا قول لي فين كيعيش الجين؟ قال لي الجين كاين في كل بلاصه، العدد ديالهم كبيره بزاف لدرجه ان العقل ديالك ما يقدرش يستوعبها. وباش نقربك من عددهم، نتوما يا بني ادم عايشين فوق اليابسه ديال الارض، واللي كتشكل تقريبا 27% من سطح كوكب الارض. واخا هادشي الانسان ما معمرش كل هذه المساحه هذه، عايش تقريبا فوق اقل من الربع ديال هذه المساحه اليابسه. اما باقي الارض فهي عباره على ارض قاحله مهجوره ولا غابات ولا جبال ولا غيرها. اما الجن والشياطين فراهم ما مخلين حتى شي بلاصه حرفيا. المستعمرات ديالهم القبائل ديالهم كاينه فوق سطح البحر، كاينه في الاعماق ديال البحر، الصحاري، البلايص المهجوره، المرتفعات، الكهوف، المغارات، بل حتى انه كاين قبائل كتعيش بين الشقوق والجحور وكتعيش حتى في السماء. ومنهم اللي ساكنين مع الناس في الديور ديالهم اقامه اللي دائمه، ومنهم الشياطين اللي كتعيش في الحمامات والطواليطات، وحتى هما عندهم عالمهم المحسوس، عندهم ديورهم، عندهم الزراعه ديالهم وغيرها من الانشطه. وكاين واحد النوع ديال الجن كيتسمى الجن الحضر. هذا الحضر هذا هو اللي كنقصدوا به الجن اللي كيعيش مع الانسان في مدنه وقراه وديوره. سكان الحضر من الجن هم غالبا من اهل الاسلام باستثناء اصحاب الديانات الاخرى، يعني الجن المسيحي كيسكن مع المسيحيين وفي الكنائس، وبالمثل مع الجن اليهودي اللي كيعيش في دور العباده ديال اليهود وديورهم. اما الجن المسلم ديما كيقلب على دار ناسها مسلمين، اسلام حقيقي ماشي اسلام غير بالسميه وصافي. والجن المسلم بالمناسبه هو واحد الجن اللي صادق في اسلامه وكيطبق الاحكام ديال الاسلام بحذافيرها، والقلب ديالو عامر بالايمان. الا مشى حتى سمع القران كيتصنت ليه، كيقطع الحس
وكيبكي من خشيه الله. قلت له مصطفى واخا مصطفى بما انك انت يا جن يعني قادر تشوف الجن ياك، قول لي واش عايش معايا جن في داري؟ قال لي عايشين معك وكلهم مسلمين والحمد لله، منهم سعيد ومرجان وهما اولاد الجنيه مسلمه سميتها زبيده وراجلها محمد، ومعاهم ولاد اخرين وراهم معلقين دابا في السقف كنشوف فيهم، وهما من الخدام ديال الدار كيدفع بهم الله البلاء على اهل الدار اللي كيتمسكوا الاهل ديالها بالاسلام. بزاف ديال البلاوي الكحله اللي ما كيقدرش الانسان انه يشوفها كيكونوا هما السبب في دفعها. قلت له الحمد لله، ولكن قول لي بعدا واحد الحاجه، واش هاد الجيل المسلم هادو ما كيعيوش باش يبقاو معلقين في السقف كما قلتي؟ قال لي لا، وبحمد الله كيبقاو طول النهار هكذايا. فاش كتحط الماكله كينزلوا ياكلوا معاكم اللي قسم الله، فاش كتهز الماكله كيحمدوا الله وكيرجعوا فحالهم للسقف، وحتى المور العشاء من بعد ما يصليو كيرجعوا للسقف مده قليله ديال الوقت، بعدا كينزلوا كينعسوا على اي وساده ولا كرسي ولا اي فراش خاوي، وبالليل كينوضوا القيام الليل والتهجد، وطول ما هما لاصقين في السقف وكيتحركوا فيه كيذكروا الله وكيسبحوه. قلت له واخا وشنو زعما كيبقاو ديما معايا هنايا ما كيخرجوا ما كيسافروا ما عندهم والو؟ قال لي لا، كيخرجوا كيسافروا ولكن السفر ديالهم راه في المحل باصار، كيمشيو للحرم المكي كيصليو كيرجعوا في المحل باصار. قلت له الحمد لله اللي بعدا معايا جن مسلم معايا في الدار، هذه علامه خير ودليل نعمه ورضا من الله عز وجل. قال لي مصطفى والشياطين هي على العكس ديال الجن المسلم، عزيز عليهم الوسخ والعفن وكتجذبهم النجاسات والروائح المسخه بحال الشكل ديال الدبان. علاه فاش كيطرف على الادم كيهربوا الاقرب طواليط وهما سادين ودنيهم، ومنهم اللي كينقز كاع داخل القوات غير باش ما يسمعش الاذان. فعلى الا دخلتي الوضوء خاصك تدخل برجليك اليسريه وانت كتقول اعوذ بالله من الخبث والخبائث. وصي الاهل ديالك انهم ما يخويوش الماء مغلي في القوات بلا ما يسميو الله ولا يستعذوا به، حيت يقدر هذا الماء المغلي انه يقتل الشيطان او يتسبب ليه في شي مشكل. وهنا غادي ينوضوا الاهل ديال هذا الشيطان هذا وينتقموا ليه، حيت هذا الشيء ديال الانتقام عندنا هنايا كثير في عالمنا. غادي يلبسوا الجسد ديال هذا اللي خوا الماء وغادي يذوقوه من العذاب الوان. كيقول هذا الصحفي انه ما معلقش في دارو صور ديال الناس ولا حاط تماثيل ولا مجسمات ولا شي حاجه بحال هكذايا، ولكن في دارو عنده واحد الوزه مجوفه على شكل سطل ديال الزبل كيحط فيه الوسخ ديالو. وفي اول لقاء ليه مع مصطفى غادي تلفت اليمين واليسار وغادي يهز راسو في السقف وغادي يلوح السلام على دوك الجيل المسلم دوك العمار، ومجرد ما طاحت عينيه على ديك الوزه غادي يقول لي جيب موس وبالزربه قطع راسها ولا غطيها بشي كتان، غادي يغوت على صوته يلا لبرا. قلت له بلاتي مصطفى شنو كتحاول دير دابا راني ما فاهم والو؟ قال لي شايف شياطين واقفين على الراس ديال ديك الوزه، غادي نهز واحد الكتان وغادي نغطي الراس ديال ديك الوزه وبالفعل الشياطين صرفت باذن الله. سولته قول لي يا مصطفى بالنسبه للتصاور واش كتجذب الشياطين حتى هي ولا شنو؟ قال لي بصح كتجذب الشياطين، هي فيها بحال الشكل ديال المغناطيس كيجذبهم، عليها ما تعلقهاش ولا تخليها مكشوفه. ولا كانت عندك شي صوره على كتاب ولا مجله بحال على الغلاف ديالها يعني خاصك تقلب داك الكتاب على ظهره باش تخفي الصوره تحتها، حيت الملائكه ما كتدخلش للدار اللي معلقين فيها الصور. غادي تقول لي بلاتي بعدا انت براسك انت هضر على راسك انت يا بعدا انت مدور راسك بهذا الشيء كامل والتماثيل التصاور سميتو. هو بصراحه انا فاش كنسالي التصوير راه كنغطي هادشي كامل بواحد الزيف وكنقلب هاد التصاور هادو التصويره دي راه يلاه زدتها دابا. المهم على اي حال خليونا من هادشي. غادي نسول هاد صاحبي الجني هذا قول لي بالنسبه للقضيه ديال المغناطيسيه اللي قلتي لي كتجذب الشياطين، واش هي مغناطيسيه حقيقيه ولا انت عطيتيني غير تشبيه زعما وبغيتي تقرب ليها؟ قال لي لا بصح ديك المغناطيسيه راه حقيقيه، الشياطين كتجذبها الصور والتماثيل كيما نتوما على سبيل المثال كتجذبكم الريحه ديال الماكله، هذا غير مثال. الشياطين كتشوف هاد المغناطيسيه هذه من بعيد حيت كتكون عباره على ضوء ولا اشعاع بحال تقول سحابه بخاريه شي حاجه بحال هكذايا. وانتم كبني ادم راكم ما قادرينش تشوفوا هادشي بالعين المجرده. غادي نشير ليه واحد اللعبه على هيئه فيل وواحد اللعبه اخرى على هيئه عروس. قلت له دوك اللعب ديال الدراري الصغار شنو عليهم هما؟ واش هما كيجذبوا الشياطين؟ قال لي لا اللعب ديال الولاد الصغار لا ما كتجذبهمش. قلت له علاش زعما ياك حتى هما اقرب للتماثيل حتى هما مصوبين بحال التماثيل؟ قال لي بصراحه السبب ما عرفتش باش ما نكذبش عليك، ولكن الحاجه اللي عارف ان عائشه رضي الله عنها كانت كتلعب بحال هاد اللعب هادو وعمر نهى الرسول صلى الله عليه وسلم على هاد الشيء. وقيل الجاذبيه المنبعثه من اللعب للشياطين مطفأه بقدره من الله. قلت له واخا غنشوف فيهم وقول لي واش الاشعاعات ولا داك المجال المغناطيسي اللي قلتي لي منبعث من ديك الوزه حتى هما فيهم ولا لا؟ غادي يشوف فيهم وقال لي لا الطاقه المنبعثه منهم ضعيفه بزاف. قلت له سبحان الله واخا زعما لعبه بحال تمثال. قال لي مصطفى عندك واحد الحاجه، عندك تخلي بيت من البيوت ديال الدار خاويه من الحركه وذكر الله، حيت الشيطان غادي يستولي على ديك البيت وغادي ينعس على فراشها. قلت له كتعني ان الفراش المشروك في غرفه كيولي ديال الشيطان اش اللي بغيت تقصد؟ قال لي واخا تكون انت مولف ناس على الشيطان هذا ما خاصكش تهجروه، كيف ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم اذا قام احدكم من فراشه ثم رجع اليه فلينفضه بسنف ازاره 3 مرات فانه لا يدري ما خلفه عليه من بعده. قلت له اذا ماشي بالضروره يكون الفراش موسخ ولا البيت موسخ ولا مهمل
باش يجي ليه شيطان وينسى عليه. قال لي لا، ولكن هو بصح كلما كانت البيت موسخه ولا الفراش موسخ كيزيد ياثر الشياطين اكثر واكثر. وفي خبرك واحد الحاجه، كاين جوج الابليس منتشرين في كل بلاصه كيتسموا المتسكعون اولا المسركلين. هادو منهم اللي خدمته انه يبقى في الشوارع مقابل غير النساء المتبرجات وكيزيد يزينون في عيون الناظرين باش تزيد المراه يتم. ومن هاد الشياطين هادو اللي كيف ما قلت لك انه مختص بالنص التحتاني ديال المراه المتبرجه. هاد الصنف ديال الشياطين خدامين بلا كلل ولا ملل ليل ونهار. الشياطين عموما كاين اكثر نشاط ديالها في الظلام، يعني بالليل. قلت له لهاد الدرجه كاع لهاد الدرجه كيتلاعبوا الشياطين بالانسان، فين العقل البشري اللي ميزنا به الله؟ قال لي ماشي العقل هو كل شيء، حتى الايمان والتقوى والخوف من الله اللي واحد الدور الكبير. ولكن ساعات هو خا الانسان يكون مؤمن يطيح، وخاصه في ساعات الغضب كيخرج الانسان من وعيه. والشياطين كتعرف مزيان كيفاش تستغل هذه النقطه هذه. لحظه الغضب كيتجمعوا على الانسان المئات من الشياطين دقه واحده باش يطيحوه في كارثه. واش ما عمرك سولتي راسك علاش انسان في لحظه الغضب ممكن انه يقتل، ممكن انه يدير اي حاجه؟ سولت مصطفى قول لي عمرك شفتي ابليس ولا لا؟ قال لي شفتو جوج ديال المرات في حياتي، شفتو انا صغير ورجعت شفتو مره اخرى وانا صبي ولد، ولكن هادشي قبل ما يمن عليا الله بنعمه ديال الاسلام. قلت له واخا علاش مشيتي انت عنده وانت باقي صغير؟ قال لي ماشي انا اللي مشيت عنده، ما مشيتش عنده بخاطري، با هو اللي داني اللي عنده باش يمسح عليا بيديه تبركا به. قلت له لعنه الله وعليه، الحمد لله اللي هداك للطريق الصحيح. قول لي مصطفى تقدر توصف لي الشكل ديالو الحقيقي؟ قال لي هو تقريبا على نفس الاوصاف اللي وصفت لك على الجن، غير هو عاقب الله والناس ديالو ذريته بالقبح، واخا يتشكلوا في اي صوره كيف ما بغات تكون كيبقاو قباح، وكيبقى معاه الديل ديالو ديما لاصق فيه. هو ما طولش الديل ديالو بزاف، تقريبا 4-7 سنتيم بمقاييس الابار ديال الانس. قلت له واخا واش الديل الزنطيط كاين عند الجن عامه ولا غير ابليس وذريته؟ قال لي لا، وبحمد من الله غا عند ابليس وذريته صافي. ولكن الديول ديالهم راه ماشي بديك الطريقه اللي كتصوروها نتوما يا البشر، يعني طويله وكبيره وبحال هكذايا، هي ما وصلش اصلا الطول ديال الديول اللي عند البهائم والحيوانات. قلت له اجيني بغيت نسولك على شي حاجه، قول لي ابليس واش ضخم الجثه كيف ما كنتخيلوا ولا الحجم ديالو عادي حتى هو؟ قال لي الطول ديالو بالمقاييس ديالكم نتوما يا بني الانس كيتراوح ما بين 140 و160 سنتيم، هذا هو الطول الحقيقي ديالو، ولكن هو راه قادر يتاخذ اي شكل بغى ويطول في الجسد ديالو 10 الامتار كاع الا بغى. قلت له واخا ابليس هذا عنده قصر ولا عنده غدار؟ قال لي لا، عنده قصر وكبير بزاف وضخم كاع، فيه الوف مؤلفه من الخدم والحشم والملايين ديال الشياطين الحارسه ليه. وما عندوش غير قصر واحد، عنده قصور اللي كثيره بزاف منتشره في كل بقاع العالم، وعنده واحد البنت كبيره كيعتز بها وتا هي عندها قصر كبير بحال باها، وهي غالبا اكبر بناته. وحتى الوزراء ديالو اللي عينهم الادارات مملكته كل واحد بالقصر ديالو. قلت له واخا ابليس عنده واحد الكرسي كيجلس عليه وكيعتبره العرش ديالو ياك؟ قال لي الهضره ديالك بصح. قلت له واخا هذا العرش هذا في البحر فوق الماء ياك؟ قال لي بالتحديد. شكون اللي قال لك انت هذه المعلومه هذه؟ قلت له سمعتها في واحد الحديث للرسول صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: ان عرش ابليس على البحر فيبعث سراياه فيفتنون الناس فاعظمهم عنده منزله اعظمهم فتنه. بقى مصطفى كيشوف فيا وبين عليه الخوف، حسيت به. قلت له ما مصطفى خفتي فجاه بحال هكذايا؟ زعما انت راك مسلم اخويا، والمسلم ما كيخافش الا الله وحده، ما يمكنش يكون الشيطان عليك سلطان طول ما انت متمسك بحبل الله. قال لي بصح اخويا عندك الحق، الله فوق كل شيء. كيف خبرك واحد الحاجه، انني بحمد الله حفظت القران في المده ديال 4 شهور. قلت له انت هكذا اقوى من ابليس وجنده بالقران وذكر الله. قال لي جزاك الله عني خيرا يا اخي في تعليمي. قلت له قول لي مصطفى، قريت في واحد النهار روايه على ذي القرنين، قريت انه مشى هو واللي معاه في البحر حتى داتهم السفن ديالهم لواحد الجزيره، لقاو فيها واحد القوم الريوس ديالهم ديال الكلاب والنياب ديالهم خارجه من فمهم بحال الشكل ديال اللهيب ديال النار. غادي يخرجوا هاد القوم هادو لذي القرنين المراكب ديالهم وغادي يحاربوهم فيها. غادي يشوف ذو القرنين واللي معاه واحد النور ساطع بعيد في ديك الجزيره، كان عباره على قصر من البلار. وهذا القصر هذا منين خرجوا هاد القوم هادو غراب الخلقه، بغا ذو القرنين انه ينزل في ديك الجزيره باش يدخل داك القصر يستكشفوا يشوفوا شنو فيه. ولكن كان معهم واحد الحكيم ولا فيلسوف سميتو بوهرام، غادي يمنعهم وقال لهم ما تدخلوش لهاد القصر هذا، لانه اللي كيدخل هاد القصر كيغلبوا الناس وما يقدرش يخرج منه. يا ما اقوى من دخلت لهاد القصر هذه وهلكوا فيه. نقول لي مصطفى واش يقدر يكون هاد القصر هذا هو القصر ديال ابليس النيت، ولا هذه غير مجرد روايه واسطوره وصافي؟ قال لي مصطفى ربما هو، الله اعلم، ما نقدرش نحكم، ربما غيره. قلت له وشنو كتقصد بغيره؟ قال لي كيف ما قلت لك ابليس راه عنده واحد القصور اللي كثيره كيتنقل بيناتها الاداره مملكته وجنده، والبنته والولاد المعمرين حتى هما قصور، ربما يكون قصر من القصور ديال الولاد ولا بناته ولا المندوبين ديالو. قلت له واخا اذا القصر ديال ابليس الرئيسي
فين جا. ما بغاش يقول لي في الاول، بقى متردد بحال تقولوا غادي يخرج شي سير اللي كبير. قال لي نقدر نقول لك انه كاين عند برزخ الماء، كيف ما قال الله مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. قلت له واخا وشنو كتقصد بالبرزخ؟ لقاء النهر بالبحر ولا لقاء البحر بالبحر؟ غادي يسكت وحاول يتهرب من الاجابه، ما بغاش يجاوب. غادي نعاود نطرح عليه السؤال وقلت له هضر ما تخافش صاحبي، راك انت قوى منهم، قوى من الشيطان وجنده بالقران والذكر ديال الله. والو ما كانش باغي يجاوب، بحال تقولوا كان خايف من شي حاجه. تما انا غادي نقز وغادي نقولها له. مقر ابليس المركزي في مثلث برمودا ياك. تما غادي يبان عليه القلق وحاول يدير راسو ناعس باش يتهرب من الاجابه. كان بصراحه في واحد الحاله عمري شفتها عليه من قبل. كملت هضرتي معاه، انا عارفك ما ناعش وكتسمعني. قول لي يا مصطفى، واش ماشي ابليس والجند ديالو هما اللي وراء حوادث اختفاء الطائرات والسفن اللي كتدخل المجال ديال برمودا؟ خاصه ان قوات الطائرات والسفن واغلب الركاب والمسافرين ماشي مسلمين وما عندهمش حصانه ضد الشيطان. وإلا مشى حتى وقع زعما ونجا راكب من هذا الحديث هذا، راه كيكون استثناء. غادي يسكت الجني شي شويه وبانت الحيره على وجهه شويه. غادي ينطق وغادي يقول لي القضيه راه قديمه بزاف، ماشي حتى بانوا الطائرات والسفن عاد بداو الناس كيختفيو تمايا. حتى من الصيادين اللي كانوا عايشين في المنطقه ديال برمودا قديما كانوا كيخافوا من دخولها، وحتى من القراصنه قديما اللي تجرؤوا ودخلوا مثلث برمودا او لا حدود ابليس دون اذن منه كيتسناه الهلاك. قلت له بلاتي علاش واش ابليس كيعطي الاذن اللي بغى يدوز؟ قال لي في بعض المرات قلت له واخا وكيفاش يعطي الاذن؟ قال لي كانوا كيستجيروا به وكانوا كيقولوا قبل ما يدخلوا المنطقه ديالو نعوذ بسيدي هذا البحر من العدوان. كيف ما كانوا كيديروا اهل الجاهليه العرب مع الجن فاش كيكونوا مسافرين لمناطق مهجوره داخل الصحراء. ولا كانت طائره ولا سفينه فيها ساحر عنده عهود ومواثيق مع الشياطين كيتوسطوا له هاد الشياطين هادو مع ابليس باش يدوز من تمايا بسلام. والا فالطائره ولا السفينه كتختفي وكيتاثر كل من فيها. وكاين منهم اللي كيتقدم كقرابين لارضاء ابليس اللي عزيز عليه الدم ديال البشر، وكيكون الذبح ديال القرابين في ايام الاعياد والمواسم الابليسيه. قلت له واخا نقولوا على الناس انهم كيتخطفوا، وشنو على الجسم ديال الطائره ولا السفينه اللي ما كيلقاو ليهاش اثر من بعد ما كتختفي؟ قال لي حيت كتحط في مخازن ابليسيه محجوبه على الاعين ديال البشر، اولا كتسلط عليها واحد الاشعاعات اللي معينه، اولا كيضربوا بها الملايين ديال الشياطين وكيخفيوها. قلت له واخا ممكن تزيد تفسر لي اكثر على مثلث الشياطين؟ قال لي لا ما نقدرش، صافي بركات اللي فشيت لك من الاسرار، وهذا الشيء اصلا اللي فشيت لك راه بزاف كيشكل خطوره عليا. قلت له واخا مصطفى ماشي مشكل، السلامه ديالك هي الاولى. قول لي انا عندي واحد القضيه مامن بها وبغيت نقترحها عليك. انا كنشوف انه كاين حياه عاقله اخرى بحال الحياه ديال الجن والانس والملائكه، ولكن في ارض اخرى غير ارضنا هذه. قال لي واخا وشنو دليلك انت على هذا الشيء؟ قلت له الدليل ديالي من القران. علاش الله كيقول الله الذي خلق 7 سماوات ومن الارض مثلهن يتنزل الامر بينهن لتعلموا ان الله على كل شيء قدير وان الله قد احاط بكل شيء علما. قال لي اللي بغيتي توصل لي انه كاين 6 ديال الاراضي بالارض ديالنا هذه. قلت له هذا واضح وصريح قدامك في الايه كيف ما سمعتي. قال لي زعما يكون فيهم خلق عاقل بحالنا بحالهم. قلت له حتى حاجه ما صعيبه على الله اللي خلقنا قادر يخلقهم حتى هما، انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. مثلا صاحبي انا نعطيك مثال بسيط. الانسان هذا اللي بنى ناطحه سحاب فيها 100 طابق، واش بناها باش يسكن في طابق واحد؟ لا. ونفس الشيء مما لا شك فيه ان هذه الاراضي السبعه ما خلقهاش الله غير هكذاك عبثا وذكرها في القران. ربما تكون فيها مخلوقات اقدم من الانسان او الجن او حتى الملائكه كاع، وربما يقدروا يكونوا هما اكثر تطورا وعلما منا. قال لي الجني يجي يقول لي بغيت نسولك واش كاين عندكم ادله على اتصال المخلوقات الفضائيه اللي كتهبط بالسفن الفضائيه ولا الاطباق الطائره بالانس؟ قلت له كاين حوادث كثيره وقعت، ولكن انا على حد قولي واعتقادي انها اتصالات من جن متطور ومتقدم، حيث اغلب الاوصاف اللي تذكرت على هذه المخلوقات الفضائيه كتنطبق على الجن. اغلبهم اقزام او طوال بزاف، وانا عارف ان الجن كيتشكل في اشكال اللي طويله، وزيد على هذا الشيء حاجه اخرى، الرائحه ديالهم كبريتيه. قال لي الجن هادشي بصح هادو اوصاف ورائحه الجن بالضبط. قلت له واخا مصطفى شنو بالك نعرض عليك اوصاف ونوريك صور وانت قول لي الراي ديالك؟ قال لي واخا قول لي وريني وانا غادي نحكم. قلت له كنت سمعت خبر ان احد الامريكان شاف جسم غريب واقف على شي 6 ديال الرجلين، وشاف عناصر بشريه ولا شبه بشريه خارجه منه، وبداو كيقطفوا الخزامه من الحقل ديالو. هادشي هو مخبي وراه شي شجيرات في الحقل ديالو هو حاطيهم. هو فاش شافهم هكاك ظنهم انهم شفره كيتعداو على الارض ديالو، عليها مشى قصدهم باش يجري عليهم من تمايا. فاش غادي يقرب منهم بالمدى ديال شي 10 ديال الامتار تقريبا، واحد من هاد الغرباء هادو غادي يدور لجهته، غادي يوجه ليه واحد الجهاز صغير كنهزو في يديه اليمنيه باش غادي يحس هاد الراجل واللي كان سميتو ماس بالمناسبه مشى للتام في كل انحاء جسده. من بعد وقوع الحادثه وفاش تفك ماس من هذه الحاله ديال التشلل، غادي يوصف للسلطات اشنو وقع معاه. غادي يوصف هاد المخلوقات هادو على انهم قصار، ما فيتش الطول ديالهم 120 سنتيمتر هكذاك، الراس ديالهم كبير مقارنه باجسادهم، والراس ديالهم لاصق مع الكتاف ديالهم بالعنق، وعندهم شعر في الراس والفم ديالهم بحال الشكل ديال الثقب. العيون ديالهم كتشبه العيون ديال الانس ولكن بلا حواجب. البشره ديالهم مرطبه بحال الشكل ديال سكان اوروبا، والعرض ديال الكتاف ديالهم زيد على العرض ديال الراس. كان عندهم يدين ورجلين ولكن ما قدرش يشوف الاطراف يعني الاصابع، حيت كانوا لابسين لباس
غامق عباره على قطعه واحده لاصقه تماما على اجساده. من بعد ما جمدوه بلاصتو رجعوا للمركبه ديالهم اللي الطول ديالها تقريبا شي 2 متر ونص، وغادي يقلعوا بانفجار هز المزرعه كلها. من بعد غادي يطلع المركبه بهدوء بلا صوت ولا ضجيج. من بعد اختفت بشكل فوري ومفاجئ بحال هي شعله ديال الضوء وتطفات فجاه. قال لي مصطفى غريب هذا الشيء، نقدر نحلف لك بالله ان هادو جين. هاد الاوصاف هادو اللي عطيتيني بالدرس غالبا هادو سكان مناطق الاشعه تحت الحمراء فوق السحاب، او لا يقدروا يكونوا من سكان الاعماق بالمحيطات. نقدر نلخص لك هادشي في جمله واحده، هذه عمليه نصب ودجل من الجن على الانس. قلت له بصراحه انا موافق، وانا منداش كيفاش علماء الغرب ما باغينش يفسروا هادشي على انهم قدام حوادث الجن والشياطين، حيت انا على ما باقي عاقل قريت لواحد الكاهن غربي كان سميتو سيلفادور فريكسيدو في الكتاب ديالو العقل الباطن الشيطاني، ان الرائحه ديال الكبريت فاش كتبقى في الاماكن ديال هبوط هاد الاجسام هذه الطائره، هادشي اكبر دليل على انهم شياطين ماشي سكان الفضاء. قال لي الجني انا غادي نقول لك واحد المعلومه ربما غادي تكون جديده عليك. امريكا وبريطانيا والمانيا كيحاولوا يتعاونوا بيناتهم باش يكشفوا السر ديال برمودا، وغا مؤخرا طلقوا واحد القمر صناعي جديد باش يمسحوا المنطقه. هادشي بلا ما نهضروا على الاقمار الصناعيه اللي طلقوا قبل، ولكن هما في الاول والاخر ما غادي يوصلوا والو، كيخويو الماء في الرمله. الدوله القائمه تما هي غير مرئيه، دوله متقدمه عليكم بزاف وما يمكن لكمش تكشفوا الاسرار ديالها. هو اصلا لا سلطان لهم عليكم الا سلمتوا الله. قلت له راه بصح راه بزاف منهم اللي هداه الله للطريق الصحيح من علماء الغرب بسبب المعجزات. قال لي الجني كنتحدى اي مسلم يدوز من ديك المنطقه ديال برمودا وهو كيقرا ويتلو كتاب الله ويتصاب بعدا، ما يقدر لا ابليس ولا الجند ديالو عليه. قلت له شنو بان لك في واحد المنطقه اخرى كتسمى بؤره الشيطان كاينه في فورموزا، وحتى هي منطقه على الشكل ديال هيئه مثلث برمودا، وكيوقع فيها نفس الشيء، بل كاين اللي كيعتبرها كاع اكثر شرا واخطر من برمودا. غادي يسولني الجني واش هي منطقه برزخ. قلت له بصح تثبت علميا انها منطقه التقاء تيارات دافئه بتيارات الماء البارده. قال لي شوف غادي نقول لك واحد السر واقيلا اول مره تعرفوا، كل اماكن البرزخ اللي كيتلاقى فيها بحران بمعنى التقاء الماء الدافئ والبارد، هذه مناطق مختاره لقصور ابليس والقصور ديال الامراء ديالو اللي عينهم الادارات مملكته. الشياطين كيعجبها تجمع بين المتناقضات. الجلسه المفضله لاي شيطان انه يكون النص ديالو في الشمس النص ديالو في الظل، اولا نصو في السخون والنص الاخر ديالو في البارد. قلت له واخا وعلاش زعما التناقض هذا؟ قال لي هادشي ما غاديش تفهموا نتوما يا بني ادم، واخا نعاود لك يكفي انني نقول لك ان هادشي فيه قوه الشيطان. قلت له واخا والجن هما كيعجبهم يجلسوا نص ولا لا؟ قال لي لا غير الشياطين، حيت الناس ديال ابليس مميز علينا حتى في الجلسه ديالو. قال لي نكمل لك الهضره على الحياه ديالنا. الحياه ديال الجن تقريبا راه قريبه الشبه للحياه ديال الانسان الطبيعي، حتى حنايا عندنا الحب، عندنا الكراهيه، عندنا اتفاق، عندنا خلاف، عندنا محبه، عندنا خصومه. اما الافراح عندنا مختلفه في المظاهر ديالها والتقاليد ديالها وحتى التكاليف ديالها من طبقه الاخرى ومن عائله وقبيله الاخرى. ليله العرس عندنا بحالكم تقريبا، كيخلوا جني بجنيه كيف البكره ديالها. قلت له واخا وشنو هما الاعمار ديال الزواج عندكم؟ قال لي من بعد البلوغ بواحد الفتره اللي قصيره، ولكن الغالب ما بين 170 180 عام حتى لديك 200 250 عام هكذاك، هذا هو احسن سن الزواج عندنا. اما مورا هذا السن هذا كيكون بحال اللي داخل عندكم في 40 وعاد باغي يتزوج. قلت له واخا والحمل عندكم كيفاش داير؟ قال لي حمل طبيعي، خلق داخل خلق. الانثى من الجن المعاناه ديالها مع الحمل كيفوق معاناه الانسيه. قلت له علاش؟ قال لي حيت الجنيات عندنا المده ديال الحمل ديالها كيحملوا 15 شهر، عكس 9 شهور عندكم نتوما يا بني الانس. من بعد كتجيها مرحله المخاض وواحد الالم اللي صعيبه ما تقدرش تصورها، خاصه الا عرفتي ان الكرش ديال الجنيه يقدر يتراوح عدد الاولاد فيها ما بين 7 حتى ل 9، وفي بعض المرات كيوصل حتى ل 12 مولود بين ذكر وانثى. قلت له واخا الانثى عندكم حتى نتوما كترضع الصغار ديالها؟ قال لي من طبيعه الحال بحالكم، مع فريق ان رضاعه طفل الجن كتستغرق ربما عمر انسان كامل، يعني 60 70 80 سنه، وطفل الجن كيدوز فتره طويله لا كيتحرك ولا كيهضر، كيعطيها غير الناس. قلت له واخا ومن بعد ما يكبر شنو كيدير؟ قال لي كيدخل المدرسه ومن بعد كيدخل الجامعه، ولكن بوسائل ارقام ومعلومات مختلفه كتناسب مع الحياه ديال الجن والمعيشه ديالو واحواله. كاين منهم اللي كيتعلم الطب، الهندسه، الادب، الصحافه وغيرها. قلت له مزيان بصراحه كانش في خباري، قول لي وشنو تقول على هادو اللي كيقولوا بامكانيه زواج الجن بالانس؟ قال لي لا هادشي هذه مجرد هضره خاويه، ما يمكنش هادشي، هذا بخلقه وهذا بخلقه. للانسان طبيعه فيزيولوجيه والجن كذلك. الانسان كيأنس وكيسكن لشبيهه من الانس، والجن كذلك، كيف ما قال الله سبحانه وتعالى: ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم موده ورحمه ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. قلت له ولكن كاين حوادث كثيره وقصص كثيره كتاكد وقوع الزواج بين الجن والانس. كاع تقال ان بلقيس كان باها ولا امها من الجن. قال لي فين سمعت هذه القضيه هذه ذكرها ابن كثير في قصص الانبياء الجزء الثاني، ولكن هادشي راه ما صحيحش والسند ديالو كيبقى ضعيف. الزواج ديال الجن والانس غير واقعي الا في حاله واحده، وهي لا تشكل جني في صوره بشر او لا تشكل جنيه في صوره بشر، وهادو اصلا حالات استثنائيه ونادره الحدوث. هو واخا يكون اصلا جماع ما كيكونش حمل
غتهنى. قلت له واخا تقدر تزيد تفسر لي اكثر؟ قال لي حيت السائل ديال الجن راه ماشي بحال السائل ديال الانس، وهذا السائل اصلا هو اللي منه غادي تخلق هذا المولود، وزيد عليها الرحم ديال الانسيه ماشي هو الرحم ديال الجنيه، يعني واخا يوقع قذف راه ما عنده ما يوقع. النطفه من الانس في رحم الجنيه كتغير طبيعتها والعكس، هذا خلقه عنده خصائصه وهذا كيبقى خلق وعنده خصائصه. قلت له واخا وشنو تقول على حديث الرسول صلى الله عليه وسلم فاش قال اذا جمع الرجل اهله فلم يسمي انطوى الجان على احليله فجمع معه؟ قال لي الهضره ديال النبي كلها حق وفوق ريوسنا. هذا كيبقى تحذير نبوي لكل مسلم انه يستتر من كل جن فاسد وشيطان بالتسميه، حيث ممكن يشاركوا في الجماع بل يقذفوا معاه ويفسدوا الماء ديال الرجل. وبفضل الله انايا طرت السيمانه الفايته جني تسبب في فساد حمل امراه 4 ديال المرات. قلت له قول لي مصطفى تقدر تعطيني الانواع ديال الجن؟ قال لي من ناحيه الالوان ديالهم كاين الاحمر كاين الابيض كاين الكحل كاين الصفر وغيرها من الالوان تقريبا بحال الالوان ديالكم بني الانس. اما من حيث الانتماء ديالهم فهم بلا حصر وكثر بزاف كما قلت لك قبيله. ولكن باش نقرب لك الصوره اكثر، الرسول صلى الله عليه وسلم قال الجن 3 انواع، ثلث لهم اجنحه يطيرون في الهواء، وثلث حيات وكلاب، وثلث يحلون ويضعنون. وكل صنف من هذه الاصناف هذو 3 كيضم انواع كثيره تحته. على سبيل المثال الكلاب كاين منها نوع من انواع الجن، خاصه الاسود الباهم اللي فوق عينيه نقطتين بيضاويتين، هو شيطان مجرم يجوز قتله. قلت له واخا واش هاد الكلاب هادو اصلها هكذايا يعني هما شياطين خلقهم الله كلاب بحال هكذايا، ولا داروا شي فعلوا تمسخوا الكلاب كما كانوا ناس شحال هادي تمسخوا القرود، ولا هما اصلا التشكل المفضل ديالهم على هيئه كلاب؟ قال لي يقدر يكون الله هو اللي مسخ هاد الامم الشياطين الكلاب، ولكن اللي عارف ان هاد النوع من الجن ما كيتشكلش. قلت له واخا وشنو على الحيات والفاعي؟ قال لي كاين بزاف ديال الفاعي الاصل ديالها جن، وبزاف ديال الفاعي ما هي الا جن متشكل، الا واحد 2 ديال الانواع ديال الفاعي ما كيقدرش الجن انه يتشكل على الهيئات ديالهم. ما عدا ذلك تقدر تقتلو، ولكن قبل ما تقتلو خاصك تحضر وتعطي انذار، الا هربت اللفه صافي خليها، ولا ما بغاتش وكانت ناويه بك الاذى توكل على الله وقتلها. قلت له واخا قلت لي كاين 2 الانواع ديال الفاعي ما كيقدرش يتشكل الجن على الهيئه ديالهم، شكون هما 2 ديال النواع؟ قال لي الابتر وذو الطفيتين. قال عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم اقتلوا ذو الطفيتين والابتر فانهم يستسقطان الحبل ويلتمسان البصر، وهذو من اخطر الانواع ديال الافاعي. قلت له واخا ومع هاد 2 هادو؟ قال لي غادي تحضروا 3 ديال الخطرات، الا ما خواش الطريق ديالك فهو معاند يستحق القتل. قلت له واخا وشنو على القطوط؟ حتى هما سمعت لهم واحد الهضره اللي كثيره. قال لي بصح الشياطين كيعجبها تشكل على هيئه القطط الكحله، اما الاناث من الجن كيعجبها تشكل على هيئه القطط الزاهيه الالوان او البيضاء. قلت له واخا قول لي واش الجن زعما قادر يتشكل في اي صوره بغى؟ يعني هذه القدره هذه عطيها لكم الله مطلقه عندكم؟ قال لي لا، كاين واحد النوع من الجن خلقوا الله جن وصافي ما تيقدرش يتشكل، بحال الشكل ديال القرين من الجن كيدوز الفتره ديال الوجود ديالو مع الانسان مكلف بالمرافقه ديالو صافي. وكاين انواع من الجن اصلا ضعاف والقدره ديالهم محدوده، والتشكل راه كيتطلب واحد القوه اللي كبيره، وهاد القوه هذه ما كتوفر غالبا الا عند العفاريت من الجن. اما حتى من المريض فاش كيكون باقي صغير كيكون ضعيف القوه، حتى كيكبر في العمر عاد كتنمو معاه القدره ديالو، ساعتها يقدر يتشكل ولكن في حدود. وحتى من الشياطين كاين الشياطين اللي ما عندهاش قدره انها تشكل. قلت له بصراحه المساله ديال التشكل هذه راه خطيره بزاف، يمكن اي جني فاسد او شيطان يتشكل على هيئه انسان من عائلتك ولا حد عزيز عليك وقريب لك ويتسبب لك في المشاكل معاه. قال لي لا الامر ماشي بهذه السهوله هذه اللي كتظن، مساله التشكل راه صعيبه بزاف وفيها من المعاناه النفسيه والجسديه فوق ما تصور. على التشكل في هيئه بشريه الله يقدر عليه جن ولا شيطان لمده دقائق معدوده حسب الطاقه ديال كل جن ولا شيطان، يعني غادي تكشف بكل سهوله. وكاين حاجه اخرى، الخوف ديال الجن او الشيطان من الانس، حيت الا مشات تكشف وزرب عليه انسان وقتلو غادي يموت على هيئه ديالو كانسان، وإلا قريتي عليه ايات الكرسي غادي يهتز ويترعد، وربما غادي يضربوا ازمه قلبيه ويموت كاع. قلت له واخا وعلاش نتوما كتعذبوا نفسيا وجسديا فاش كتشكلوا؟ قال لي حيت الله خلقنا في الطبيعه ديالنا هذه، وفاش الواحد منا كيحاول يخرج من طبيعته الصوره اللي خلقها عليه الله وكيدفع الثمن غالي من اعصابه من نفسيته بل حتى من الاعضاء ديالنا اللي كتهلك وكتبقى ضرنا، واخا نرجعوا للهيئه ديالنا اللي خلقنا عليها الله. قلت له بلاتي مصطفى قلتي لي قبيله انه يمكن الانسان انه يقاضي جني عند الامير ديالو، واش حتى نتوما عندكم محاكم وعندكم قضاة من الجن وهذا الشيء؟ قال لي حتى حنا عندنا محاكم وعندنا قضاة، غير هو الفرق حنايا الجن المسلم كنطبقوا الاسلام بحذافيره خير من المحاكم ديال البشر، ما كاين لا رشوه ولا غش ولا والو. اما غير المسلم كيطبق القانون على حسب الانتماء ديالو، كاين جن شيوعي بوذي يهودي الى اخره وكل قوانين واحكامه. قلت له واخا قول لي الجن المسلم شحال كيشكل النسبه ديالو بين الجن ديال العالم؟ قال لي حنايا بحال نقطه في الماء ديال البحر، المسلمين من الجن اقليه وحنايا كنعانيو بزاف كما كيعانيو المسلمين في الغربه ديالهم. وشي قضيه كل صراع بين المسلمين وقوى الشر كيشارك فيها الجن المسلم وكيحارب الجن الكافر اللي كيدعم قوى الشر. لو كنقدر لك الله انك تمشي لافغانستان وتشوف داكشي اللي كيوقع تمايا، لو كان سجدتي الله من داكشي اللي غادي تشوف من المعجزات. الجن المسلم تمايا كيقاتل الجن الشيوعي وكيعاون المقاتلين الافغان المسلمين، منهم كاع اللي كيتشكل بملابس خضراء لدرجه كيظنوهم الناس ملائكه. قلت له ولا شك ان المقاتلين الافغان مدعومين حتى من الملائكه؟ قال لي بطبيعه الحال
غادي يكونوا مدعومين من الملائكه، ولكن حنايا راه ما كنشوفوهمش، هما مخلوقين من النور وحنايا مخلوقين من النار. اكد لي صاحبي الجني المسلم هذا مصطفى انه ناوي يمشي ان شاء الله من بعد ما يتشافى هذا الجسد هذا اللي لابس يقاتل مع المسلمين ديال افغانستان ولا المسلمين ديال فلسطين. المهم على اي حال كان هذا الملخص ديال كتاب حوار صحفي مع جن مسلم للكاتب محمد عيسى داوود. كنتمنى تكون عجبتكم الحلقه وهذه المعلومات اللي فيها وهذا الجن المسلم مصطفى، وشكر خاص للكاتب محمد عيسى داوود.